هاي هاي هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هدير النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو روتين. عايزه اقول لكم روتين النهارده هيبقى روتين هدة الحيل بجد يا جماعه. اي نعم احنا هنعمله الليفينج، بس بجد بجد يعني ربنا معانا ويعيننا على اللي احنا هنعمله. الفيديو ده هيبقى فيديو كله حماس، وهيخليكم كده كلكم تتنشطوا وتقوموا كده تخلصوا كل اللي وراكم. بس بقى هيبقى فيه تنظيف عميق، يعني هو اصلا الروتين كله تنظيف عميق. طبعا بقى اللي متابعني الفيديو اللي فات، في اخر الفيديو كده شفتوني وانا بنزل الستاير الكبيرة دي، كنت بطلعها طبعا من مكانها وكمان غسلتها. هنا اتفاجئت في الحيطة نفسها فوق البلكونة ان فيها تراب برضو، مش عارفة بصراحة ده جه ازاي ولا جه منين ولا ايه اللي حصل يعني. بس تمام، قلت بقى هغسل دول كده دلوقتي حالا، اقوم حطاهم كده في الغسالة واحدة ورا التانية علشان خاطر بقى يتغسلوا. وقلت بقى ايه، يلا بقى استعنا على الشقة بالله ونقوم بقى نعمله التنظيف العميق. قلت بقى اول حاجة هعملها هي بقى ان انا هغطي الكنب ده هحط المخدات، وبعد كده هغطي الكنبة خالص علشان خاطر ما تتطربش. كنت خايفة خالص لحسن تتطرب. بص انا كنت سايبة البيت بقالي شهر شهر كده، ممكن شهر وشوية، وقولوا مثلا قبلها باسبوع ولا حاجه ما كنتش عملت البلكونات. وطبعا بقى اللي ساكن في اكتوبر عارف كميه التراب طبعا اللي بتبقى موجوده هنا عامله ازاي. فطالما ما عملتش السلك بتاع الشباك والبلكونات والكلام دوت بقالي زيادة عن شهر، فتعالوا بقى شوفوا المنظر وشوفوا الوضع هيكون عامل ازاي بجد. عشان كده هتعرفوا انا ليه بغطي بقى بغطي الكنبة وبغطي الحاجة. طبعا لو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي وما عملتليش اشتراك في القناة، بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجة جديدة انا بنزلها. ولو انتوا اتفرجتوا لحد هنا وما حطيتوليش لايك، بتمنى طبعا كلكم كده ان انتوا تحطولي لايكات كتيرة قوي. انا فيديوهاتي فيديوهات روتين، بس عايزة اقول لكم ان الروتينات بتاعتي بتبقى روتينات متعبة حبتين 3 10 يعني. نفسي اوصل للروتين اللي هو اقوم بقى رواقه كده واعمل روتين بسيط، عارفين اللي هو انا عايزه اوصل للمرحله دي بجد. فان شاء الله اخلص بقى ان شاء الله نوصل لها، يعني بتمنى والله ان انا اوصل لها. فعايزاكم بقى ايه تشجعوني كده كلكم وتحطوا لي لايكات كتير قوي. هنا بقى لاقيه الوان كانت تحت الكنبه وحاجات كده. قلت لبنتي هاتيلي المكنسة، راح بقى جابوها لي. قلت بقى عشان خاطر ابتدي بقى اعمل كده بيها. اول حاجة هعملها طبعا هو الشباك ده. يعني بجد يا جماعة بجد الشباك صعب صعب، عايزة اقول لكم كتم نفسي مع الحمل بقى. يا لهوي مش قادرة اوصف لكم، حاسة التراب طلع لي كده على ايه في مناخيري. بصوا حتى هتلاقوني بنفض الطرحة، انا الطرحة بتاعتي اتملت تراب. بجد يا جماعة أنا مش عارفة ايه كمية التراب دي، بجد شهر يعني ما عملش فيه السلك يحصل فيه كل ده. ده في ناس بتقعد تعمله من العيد للعيد بجد على فكرة، وما بيطلعش كمية التراب دي كلها. فأنا مش عارفة ايه ده والله العظيم. أنا عايزة أقول لكم أنا منزلة حتى الستاير، منزلاها لاقياها كلها أنا من كتر التراب اللي كان فيها مش باين معالمها، يعني مش باين معالم الستارة بتاعتي المفروض ان هي بيضة. البياض ده ما بقاش بياض. عرفتوا بقى ليه انا غطيت البتاع ده غطيت الركنة. عرفتوا يا بنات ليه؟ عشان خاطر طبعا الوضع لا يسر عدو ولا حبيب. فلو عندكم اي حل يعني يا جماعة الموضوع التراب ده اعمله غير ان انا بالمكنسة ده، قولولي تحت في الكومنتات. عارفين بقى مشكلة السلك هنا ايه؟ الراجل جه عمله بصراحة ما عملهوش بضمير خالص خالص. لما جه عمله اتفك من تحت. بصوا هنا بنفض الطرحة كانت اتملت تراب. ما عملوش بضمير خالص. فطبعا مفتوح من تحت، انتوا لو تلاحظوا مفتوح من تحت، وده طبعا خطر جدا على ولادي، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم لي يا رب. فده بيخوفني قوي 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 لحسن الطفل مثلا يبقى واقف فوق الركنة بيتفرج على يعني كده، يعني ربنا يحفظهم يا رب. فمش عارفة اعمل ايه، ما حدش عنده فكرة الزق السلك دوت يتعمل بايه، لحسن بجد انا بخاف جدا 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 منه.
ولو عندكم بقى ايه حل للتراب ده اعمله بيه قولولي. طبعا انا الشباك ده شباك كبير جدا، فان انا بعمله من جوه بس ما بعرفش ان انا اطلع من بره واعمله، لان انا لو طلعت من بره لازم بقى كرسي واطلع كلي بره، وده طبعا مش هعرف ان انا يعني حركة زي دي مش انا اللي هعرف اعملها. فبضطر بقى ان البتاع ده اسمه ايه الشباك بضطر ان انا اعمله من جوه بس. نفسي اتعلم ان انا اعمله من بره كمان، بس بصراحة يا جماعة مش عارفة. المهم قلت بقى اجيب اي حاجة صغيرة اعمل بيها الحاجات دي اللي هي هنا. قلت هنا بعمل الماسورة دي، الماسورة بتاعت بتاعت الستارة، اتملت تراب قلت اعملها كده، عملتها ورحت مطرباها تاني الحمد لله بالشباك. يعني بجد يا جماعة ما شاء الله عليا، ما تحسدونيش بقى ما تحسدونيش على ذكائي. بس همسحها دلوقتي، يعني همسحها تاني. المهم هنا الحتة بقى اللي هي بيتفتح منها الشباك وبيتقفل دي، طبعا اتملت تراب، فحسيت برضو المكنسة الصغيرة دي لا برضو مش جايبة همها، رحت جايبة بقى ايه فوطة غسلتها حاطه فيها ميه، قلت اعمل بيها الاول قبل ما تتطرب، اعمل بيها الماسوره دي الاول، والماسورتين اللي هما بتوع الشباك بتوع الستاير قلت اعملهم بيها الاول كده، وبعد كده ايه اكتشفت طبعا ان الفوطه بالميه بتكتم التراب، فان انا لما اجي اعملها كده التراب بقى بيتلم على طول. فمش عارفه بقى هل بعد كده اعمل السلك بالميه كده، يعني انا جاتلي الفكره في الاخر خالص، بدل ما اعمل بدل بعمل بالمكنسة واطرب الدنيا وكده، ان انا اجيب حاجة كده بمية او كده واعملها بيها ولا ايه؟ قولولي تحت في الكومنتات. الازاز بقى من جوه نضيف، بس برضو من بره مش نضيف خالص، هو مش باين طبعا في التصوير، بس هو بيبان بقى لو حد موجود عندي هياخد باله ان السلك مش احسن حاجة. فالسلك السلك ايه الازاز من بره. بصوا بقى يا لهوي، شايفين يا جماعة الوضع؟ شايفين المنظر؟ شايفين منظر التراب عامل ازاي ده؟ ايه ده، شقة مهجورة دي ولا ايه؟ مش عارفة بصراحة. ادي يا جماعة اخرة اللي تسيب بيتها، ادي اخرة اللي تسيب بيتها وتمشي. المهم قلت بقى اكنس كده الدنيا دي كلها عشان تبقى بقى الدنيا كده لملم كده، لان لو جه شوية هوا كده شوية صغيرين هيخلوا الدنيا كلها هيخلي التراب ده كله يطير، فنكتمه كده التراب ده ونلموه اول حاجة، وبعد كده بقى نبقى نشوفه هنعمله ايه تاني. يعني انا بحب دايما ان انا ابدا اعمل ورا الحاجة الاول وارجع الحاجة مكانها، بحس ان ده ايه اريح ليا، يعني بحس بكده ان انا اعمل من ورا الحاجة اول حاجة. بس عايزة اقول لكم بقى الزق والحاجات دي بيتعبني جدا والله العظيم يا بنات. بس طبعا انا طبعا لو جبت حد يساعدني انا مش هصور معاكم، وانا عايزه اصور معاكم فاحب اشارككم طبعا لحظه بلحظه. طبعا احتراما لاي واحده بتيجي تنظف معايا، فما برضاش ان انا بحس ان دي خصوصيه، فما برضاش ان انا ايه اصور يعني. هنا قلت البنوتي شيلي السكوتر ده دخليه جوه علشان خاطر بقى المنظر ده. هعمل اي حاجة اهدي كده الدنيا كده، بدل ما الدنيا كده اتبهدلت. يعني ممكن اي حد يقول ليه يعني ده ركنة هي فيها ايه، او دي اوضة ليفينج هي فيها تستاهل كل ده. يا جماعة والله لما بيبقى فيه تراب كتير، والتراب يعني مش الحمد لله مش من الليفينج نفسها، لا التراب كله كان من الشباك. هنا كنت عماله اقول لهم يا جماعه اطلعوا بره، ما تدخلوش بالتراب وتطلعوا بيه بره، لان طبعا انتوا عارفين انا كنت عامله الانتريه معاكم، فالموضوع ما كانش هيبقى حلو خالص. هنا بقى قلت اعمل زي ما انتوا شايفين كده السلك، وعملت برضو من فوق من الحته اللي هي تحت الستاره. هنا بقى كنت هعيط عماله اقول لهم ابعدوا عن هنا ابعدوا عن هنا. بس عملت بقى السلك وقلت طبعا اعمله كده بالمكنسة برضو، هو الحمد لله بس بيطلع تراب لبره. يعني هنا كان الهوا جاي عكس، لان الشباك والبلكونة عكس بعض.
فتمام. بس برضو ايه جبت قلت اجرب ان انا اعمل السلك ده كده، اعمله بالفوطة المبلولة. قلت اجرب كده ان انا اعمله، لقيته الحمد لله ايه بقى احسن يعني. فقلت طب ما انا ممكن بعد كده ابقى اعمله كده. اكتبوا لي كده ايه تحت في الكومنتات. يعني انا عايزه اقول لكم زمان كنت قايله لكم قبل كده ان الكلام ده كان عند ماما، كنت بعمله بالجاز والكلام ده. انما هنا خلاص ما بقاش في حد، احنا 2025 ما بقاش في حد بيبيع جاز. انا كنت صغيره خالص وكنت اروح اقول لعمو عايزه ب5 جنيه جاز، فكان يديني ازازه كده، او اقول له املالي الازازه دي يا عمو ب10 جنيه، فكان يملاها لي. فدلوقتي طبعا الوضع اختلف، الوضع اختلف تماما عن الاول. دلوقتي ما فيش حد لو قلت له حتى عايزه ب100 جنيه جاز بس مش هلاقي. هنا بقى حاولت ان انا اعمل السلك ده، حاولت ان انا اعمله بالفوطه والميه. حسيت ان الموضوع حلو. يعني انا مثلا قلت بعد كده يعني لو جبت كروانه كده جنبي، واقف بقى على الكرسي وابتدي بقى ان انا ايه اعمل اقف على الكرسي واعمل بقى يعني فاهمين قصدي، اغسلها كل شوية كده بفوطة وبتاع. فهحس ان الموضوع حلو يعني، حسيت ان الموضوع هيبقى كويس. التلفزيون بقى انا بعمله من قدام في امان الله، ببص من ورا اتفاجئت يا نهار ابيض، ايه الوضع ده يا جماعة ايه ده. لا لا الوضع كان وحش خالص طبعا، الدنيا كانت تراب جامد قوي. ف بصوا مش قادرة اوصف لكم يعني ايه ده، ايه ده. انا ما كنتش متخيلة حاجة زي كده خالص. حتى الشاشة يا جماعة ما سلمتش من كتر التراب، يا نهار ابيض ايه الوضع ده. المهم بقى، لو وصلتي لحد هنا ولسه ما حطيتليش لايك بجد هزعل قوي، عايزاكي تحطي لي لايك. مش عارفه يا جماعه بتستخسروا اللايك ليه؟ انتوا شايفيني تعبانه معاكم وحامل وشقيانه وشغاله وبصور وبعمل، ومحدش فيكم حتى بيحط لي لايك. يا جماعه هزعل منكم والله. عايزه كل اللي بيتفرج عليا كده يحط لي ايه، عايزه لايكات كتير قوي يعني. المهم حاولت بقى برضو ان انا اعمله كده من ورا من ورا الشاشة، امسحه بقى. كان بصراحة الوضع كان وحش قوي يعني، انا مركزتش حتى الكادر بتاع الكاميرا فين يعني. لو اعرف كنت جبت لكم كادر الكاميرا في من ورا من ورا الشاشة عشان خاطر تشوفوا الوضع عامل ازاي، وتشوفوا قبل وتشوفوا بعد. بس انتوا تخيلوا بقى الوضع يعني، يا وضع التراب ده كله، فما بالكم بقى من الشاشة بقى يبقى من وراها عامل ازاي. فالوضع ما كانش حلو خالص. المهم هنا بقى جبت الجردل بتاعي وجبت الشرشوبة، وحاطة بقى ايه، حاطة كلور، وحاطة جنرال. انا بحب اوي اسيق بالجنرال او اي حاجة فيها ريحة، يعني بحب اوي الروايح يعني. تمام. و بتاع ده حاسه ان انا كان المفروض ان انا اعمل البلكونه اول حاجه، بس يا جماعه بقى ما عملتهاش ليه؟ مش عارفه، ما فيش سبب يعني، هو نسيت. فتاني يوم، اليوم اللي انا بسجل لكم فيه الفيديو ده، كنت انا دخلت عملتها، وكمان اخدت المنشر اللي هو بتاع الغسيل دوت. اللي متابعني طبعا عارف ان انا بحب اغسله كل فترة. اخدته برضو على التويلت كده، اديته شاور حلو كده، علشان خاطر ايه، مش هعرف ان انا انشر عليه، استحالة انشر عليه وهو كان عليه بقى التراب ده كله يعني. انا كنت حاطه عليه كده حاجات بسيطة كده لا تذكر، كنت حطاهم عليه كده مؤقتا، قلت علشان خاطر ايه اعمل. كنت ناشره يعني عندي منشر خارجي اللي هو المنشر اللي بره ده بس صغير قوي، ده كنت ناشره فيه، فجت على حاجات بسيطه حاجتين بالظبط، وما كفاش المنشر، فروحت ناشره بقى ايه، ناشره في المنشر الداخلي ده، فما نشرتش اي حاجه تانية فيه يعني. هنا بقى ببص لقيت في تراب على الكنبه، بقيت عماله اقول لعيالي انتوا دخلتوا. انتوا دخلتوا اهي، دي رجليكوا. يقولوا لي احنا ما دخلناش، اقول لهم لا رجليكوا. بس ما اعرفش بصراحه هم دخلوا ولا لا. بس هو البتاع ده عايز منظف انترهات بصراحه. اسمه ايه الركنه دي مش عايزه اي حاجه غير منظف الانترهات، هي اللي هتجيب معاها من الاخر يعني. طبعا الارض برضو كانت متبهدله خالص بقى مطرح التراب وكده، مش عارفه ايه اللي لزق مره واحده، مش عارفه التراب لزق ليه اصلا. فعايزه اقول لكم لا بجد يا جماعه، عارفين بقى احلى حاجه في الاخر ايه؟ النتيجه.
يعني الواحد لما بيشوف النتيجة كده، لما بيشوف قبل ويشوف بعد ما خلص، يا ايه ده، ايه احساس الراحة النفسية اللي الواحد بيكون فيه ده بجد يا جماعة. وعايزة اقول لكم بقى جايبة حاجة جديدة طبعا للي متابعني، عارف بقى هيعرف ايه الحاجة الجديدة اللي انا جبتها. يعني شوفوا في الاخر كده وقولولي في الكومنتات ايه بقى الحاجة الجديدة اللي انا جبتها. الحاجة الجديدة اللي انا جبتها غيرت شكل الركنة تماما، يعني هتشوفوا النتيجة النهائية هتعجبكم قوي قوي قوي. فعايزاكم تكتبولي بقى في الكومنتات، اللي متابعني طبعا بس هو اللي هيقول ايه هي الحاجة الجديدة اللي انا جبتها اللي غيرت بقى من شكل الركنة. اكتبولي كده تحت في الكومنتات عشان اعرف بقى انتوا متابعيني ولا لا. ومتابعيني يعني هو اللي متابعني من زمان هو اللي هيعرف. المهم اهم حاجة بقى ان انا عملت كده مكان الركنة ورجعتها كمان مكانها. نبتدي بقى كده نسمي الله ونعمله بقى ايه العادي بقى اللي هي المكان اللي هو بقى بتاع السجاد وكده. طبعا كنت غاسلة الستاير، والستاير حطيت كمان الحطة التانية، يعني غسلت الابيض الاول، غسلت الستارة البيضة الاول. عايزة اقول لكم نشفت على طول جدا، يعني هي كده كده نشفت. الستارة التانية اللي ندت شوية بس هعلقها كده، يعني انتوا هتشوفوا في الاخر. المهم وقلت بقى ايه، قلت اسيق هنا واسيب الارض كده تنشف شوية، وبعد كده ابقى اجي افرشها. فعايزه اقول لكم ان انا بقى ايه، يا دوبك بقى ايه سبت سبت البتاع ده هنا البتاع بعد ما سيقت يعني. دخلت بقى صليت واتغديت وغديت الولاد. فرجعت لكم بقى تاني، هتشوفوني بقى لما ارجع لكم تاني بس بعد ما اخلص. مش عارفه انا بسبق الاحداث ليه وبقول لكم الحاجه قبل ما تحصل، بس تمام يعني تمام ان شاء الله خير. هنا بقى مش عارفة ايه اللي لازق دي، عمالة احاول ان انا اشيلها. حاولت ان انا اشيلها بكل الطرق ان هي تطلع، مش عايزة تطلع. انا مش عارفة ايه اللي لازقة دي. حاولت كتير قوي، يعني انا مش عارفة بقى ده صلصال مثلا لازق في الارض، الصلصال ده بتاع الاطفال اللي هما بيفضلوا يعملوا بيه ده، ولا ايه والله انا مش عارفة بصراحة. المهم بقى يا جماعة عقبال ما رجعت كانت الدنيا ليلت. قلت وربنا ليلت يعني. اكيد انتوا مش هتتضايقوا يا جماعة ان انا بصور لكم بالليل، او اكيد يعني صح. قولولي كده في الكومنتات ان انتوا مش هتتضايقوا ان الدنيا ليلت وانا صورت لكم بالليل. بس قلت والله ابدا انا مش هنام غير لما افرش الاوضة دي واخليها على سنجة 10، واللي يحصل يحصل. المهم هنا بقى انا جبت المكنسة عشان خاطر اعلق بيها الايه، اعلق بيها الستاير. عشان خاطر المواسير دي كبيرة قوي يا جماعة، كبيرة قوي ومستفزة جدا بجد، يعني متعبة قوي يعني ماشي. المهم رحت جايبة بقى ايه اول ماسورة، قلت بقى احط عليها اللي هي الستارة بقى البيضة. عايزة اقول لكم يا بنات ان انا لما نزلتها من فوق احي ما كانتش بيضة، يا لهوي كان لونها بيج بجد. انا نسيت لونها الطبيعي من المنظر اللي انا شفته ده. المهم بس الحمد لله بصوا بقت فلة، بقت فلة. المهم المفروض طبيعي يعني المفروض اغسل الستاير كل قد ايه بجد. انا في اسكندرية والله العظيم ما بيحصل معايا كده خالص. الستاير عادي بتفضل نضيفة وزي الفل وبتقعد فترة طويلة قوي. الدنيا بتبقى حلوة وبتبقى نضيفة. في ايه اللي حصل؟ انا مش عارفة الا هنا في اكتوبر. يا لهوي يا لهوي يا جماعة ايه ده، الجو هنا بيبقى مطرب على طول بجد، حاجة تزهق اقسم بالله. المهم بقى ايه هي يعني ايه، انتوا صابرين معايا شوية. هي الماسورة اصلك طويلة والستارة كبيرة فعقبال بقى ما بعملها فبتاخد معايا وقت. هنا بقى كنت شايلة هم هعلقها ازاي، فقلت بقى يا بنت سمي الله كده واطلعي وزي ما تيجي تيجي. الحمد لله يا جماعة ربنا سهل، والحمد لله حطيتها ومش مصدقة نفسي ان انا حطيتها لوحدي. فدي معجزة، فدي بجد يا جماعة معجزة لان انا اصلا ما بعرفش احط الستاره لوحدي الكبيره، بتتعبني جدا. فان انا حطيتها فده كرم كبير قوي 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 من عند ربنا. بصوا حتى فرحه قلبي كان باين عليا الفرحه ازاي، كنت فرحانه قوي بصراحه. قلت بقى ايه عايزه ادخل بقى على الستاره التانية، بس تقريبا انا بذكائي الفرحه اخدتني شويه ورحت حاطه بقى الستاره البيضه فوق الماسوره التانية اللي هي الماسوره بتاعت اسمها ايه بتاعت الستاره التانية يعني.
فهنا قلت برضو يلا يا بنتي يا هدير بقى اقعدي نفس القعدة دي، واقعدي بقى ايه احط بقى الستارة التانية هنا بقى. كنت عمالة اشوف اولها من اخرها. برضو هي بصوا اي نعم طويلة على فكرة. هو الشباك كمان هو مش باين في التصوير قوي، بس الشباك ما شاء الله اللهم بارك كبير قوي. فعشان كده بياخد معايا بقى ايه، بياخد معايا وقت طويل، فممكن عشان كده. المهم على فكرة برضو انا ليا تنظيفة تانية لسه يعني انا اعتبر لسه ما خلصتش برضو. يعني انا فرشت وكله، بس برضو في مرة تانية بقى عشان انا هنا عمالة بدور على منظف الانتريهات اللي انا قلت لكم عليه كذا مرة. بصراحة مش لاقياه هنا في القاهرة خالص، فبحاول ان انا ادور على منظف انتريهات كويس عشان خاطر انا عايزة اغسل الركنة واغسل الانتريه بره. فدول ليهم بقى تنظيفة تانية. يعني بص التنظيفة اللي انا عملتها دي حاجة، والتانية اللي انا هعملها دي حاجة تانية خالص. فان شاء الله باذن الله ليها بقى ايه، ليها تنفيذة تانية. هنا دراعي بصوا مش قادرة اوصف لكم كان عامل ازاي. دراعي وجعني جدا 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 يعني. قلت بقى اعلق دي كمان، دي بقى تقيلة قوي يعني، حتى باين عليها ان هي تقيلة، بس قلت على مين. هنا بقى قلت كده سمي الله واقوم حطاها. اتحطت انا بجد. بصوا عماله اقول لنفسي انا مش مصدقه نفسي، اقسم بالله ما مصدقه نفسي. هنا كنت يعني مبسوطه قوي يعني الحمد لله. ده طبعا كرم من عند ربنا والله، ان انا اعلقها كده على طول من غير ما تتعبني يعني. فالحمد لله هي تعبتني بس في ان انا عماله احطها في الماسوره عشان دراعي وجعني بس، انما غير كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني الدنيا بقت حلوه. المهم بقى ايه، قلت بقى احط برضو التانية دي، بس قلت بقى لما اعدل الكبيره الاول اقوم عامله بقى الايه الصغيره، اقوم حاطه الصغيره. عايزه اقول لكم كان في عربيه تحت عماله تقريبا يا اما بتتسرق يا اما الزماره بتاعتها علقت. عايزه اقول لكم الكلاكس شغال تيت، بص مش قادره اوصف لكم صدعني ازاي يعني. المهم قلت بقى اظبط الستاير هنا برضو عشان يبقى كده الوضع حلو، وهنا كمان برضو عشان ايه احس ان انا كده ايه انجزت حاجه يعني. اهو انتوا خلي بالكم انتوا مش شايفين لان الكاميرا جاية بزاوية، فانتوا ممكن تكونوا شايفين ان حتة اطول من حتة او واحدة اكبر من واحدة، بس هو في الطبيعي لا. الاتنين شبه بعض، بس هي عشان الكاميرا جاية ايه بزاوية شوية. وكمان انا مشغلة كمان الكاميرا اللي هي الكاميرا الواسعة، فموسعة كل حاجة. تقريبا متخناني 10 كيلو. هنا في الطبيعي اصلا مش تخينة اوي كده، بس مش مهم يعني، مش اشكال يا جماعة، عادي عادي. الكاميرا الواسعة معروفة ان هي بتكبر كل حاجة. الأوضة بقى الشباك الستارة، بصوا تحسوا الحتة بتاعت الستارة واحدة أكبر وواحدة أصغر، بس هو الشباك بقى في الطبيعي سبحان الله أكبر من كده. سبحان الله. المهم هنا بقى دي الستارة دي صغيرة، فقلت بقى ايه يعني مش هتاخد معايا ان شاء الله وقت، ولا هتاخد معايا مجهود ولا اي حاجة. فقلت بقى ايه هحطها كده على طول، كده كده بتاعت البلكونة يعني. بس اهو محتاجة اطول شوية علشان خاطر احطها، بس هتتحط يعني معايا ان شاء الله. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه اللي يفتكر شكل اول الفيديو هيعرف ان انا بجد عملت انجاز. يعني اللي يشوف الفيديو وهو في اوله ويشوفه دلوقتي هيقول بجد انا عملت انجاز. ولسه بجد يا جماعه اللي جاي احلى بجد بجد يعني. انا مبسوطه ان انا وصلت للمرحله دي ولوحدي والله العظيم يعني الحمد لله. ده كرم كبير من عند ربنا. ادعولي بقى عقبال ما اخلص الاوض التانية، لسه في اوضه الاطفال ولسه في اوضه النوم ولسه في التويلت ولسه في المطبخ. يا لهوي يا لهوي. انا يا دوبك خلصت الريسبشن. بصراحه انا صورت معاكم الانتريه بس ما صورتش معاكم الاوضه بتاعه السفره. يعني انا عملتها كده ايه، عملتها مع اول كده كده الريسبشن يعني مفتوح على بعضه، بس انا عملت الانتريه معاكم والسفره عملتها انا بقى، فما صورتهاش. هنا بقى بص، هنا كنت فرحانه قوي ان انا عرفت ايه، او ان انا عرفت احط الستاير بقى. كان ده انجاز انجاز يا جماعه.
بس قلت بقى اظبطهم برضو، اظبط بقى الستاير كده. بصي هي البيضة دي كانت نشفت، انما التانية الرصاصي مندية شوية. قلت مش مهم تنشف ايه وهي محطوطة كده، قلت هتنشف على طول. دول بقى هاتهم كده عشان خاطر دول طبعا عايزين يتغسلوا، مش هينفع يتفرشوا كده. قلت بقى اظبط بقى المخدات واظبط الدنيا كده. بس دي قلت ايه اظبطها شوية. خلاص اتظبطت، هي اصلا مش محتاجة يعني مش محتاجة حاجة كتيرة. بس وهنا بقى برضو هحط بقى المخدات بتاعتها كده كده. خلاص الركنة بقى اتظبطت. الركنة للأسف عندي ملهاش زاوية تانية، هي الزاوية دي بس، فملهاش بقى اي زاوية تانية ان انا اغير بيها النظام او كده، لا مفيش. ممكن بقى ايه ان انا احط الكنبتين قصاد بعض. ايه رأيكم في مرة كده اقوم حاطة الكنبتين قصاد بعض في وش بعض والبلكونة في النص، الشباك ده؟ قولولي في الكومنتات هيبقى شكلها حلو ولا بايخ. هنا اديت برضو للارض مسحة كده بسيطة، وبعد كده حطيت. قولولي بقى تحت في الكومنتات ايه التغيير اللي في الاوضه. انا سبتلكوا الاوضه كلها والحمد لله يا جماعه فرشت. بحب قوي المرحله دي بجد. المهم في حاجه تغيير في الاوضه، اللي متابعني بس هو اللي هيعرف. قولولي ايه هو التغيير وايه رايكم فيه. وكده اجيب بقى مرحلة المعطر. اكتر مرحلة يا جماعة انا بحبها وبستناها في اليوم. فين مرحلة المعطر؟ بقفل الستارة. طيب بعد الستارة دي يا جماعة الاول، وبعد كده مرحلة المعطر. اكتر مرحلة بستناها وبحبها في اليوم كله هي مرحلة المعطر. بسم الله، يلا 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 يا جماعة. وخلاص خلصت الفيديو ده، كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وحطولي لايكات كتير قوي، علشان انا بجد بجد يا جماعة تعبت جدا.